بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة استعدادنا لرمضان وتجهيزات رمضان وتفريزات رمضان وتنظيفات رمضان وذكرياتنا الحلوة عن رمضان. يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك كده وتعليق حلو كده، ولو انت جديدة في القناة خدي لفة معانا في الفيديوهات القديمة هتعجبك جدا، كلها رمضانية، كلها عن ذكريات رمضان واستعدادنا لرمضان. وكل سنة وانتم طيبين. عايزين النهاردة نتكلم عن من ضمن استعدادنا لرمضان تنظيفات رمضان. تنظيفات رمضان لازم تبدأ من بدري. في ناس كتير بيحبوا يبدأوها في العشرة الأواخر من شعبان أو في النص التاني من شعبان، لكن أنا بقول المفروض نبدأ من دلوقتي من النص التاني من رجب. نبدأ كده واحدة واحدة عشان ما نرهقش نفسنا ولا نتعب نفسنا ولا ناخد وقت حتى من يومنا ولا من مذاكرة أولادنا ولا من امتحاناتنا. هنبدأ من دلوقتي واحدة واحدة كده. من الحاجات العميقة نبدأ تنظيفات عميقة في الأوض وفي المطبخ. أول حاجة طبعا بنعملها في التنظيفات العميقة الدواليب والدراج والحاجات دي. هنبدأ كده في كل يوم هناخد بس ربع ساعة في كل حاجة هنعملها، يعني مش هناخد من يومنا أكتر من ربع ساعة زيادة عن اللي احنا بنعمله. النهارده ان شاء الله مثلا هنبدا في درج واحد من المطبخ. هنبدا الدرج ده نشيل كل اللي فيه وننضفه ونطهره ونفرشه ونرص فيه حاجتنا ونشوف الكركبه اللي احنا مش عايزينها نستغنى عنها ونشيلها كده على جنب. يبقى كده درج معانا خلص ونضف خالص وبقى مية مية. نبدأ بقى اليوم اللي بعده ناخد كمان ضلفة من المطبخ. الضلفة دي هنبدأ برضو نشيل كل اللي فيها وننضفها ونظبطها ونفرشها ونبدأ نرص فيها الحاجة الضرورية اللي عندنا، وبرضو الكراكيب اللي ملهاش لازمة هنستغنى عنها، هنديها لحد محتاجها أو نرميها. دي أهم حاجة وأهم خطوة في تنظيف المطبخ. استغني عن أي كراكيب عندك في المطبخ، افرزي كل حاجة واحدة واحدة كده، والحاجة اللي ما تستخدمهاش يا ريت تطلعيها كده لحد تاني يستخدمها. اي واحده انت عارفاها محتاجاها، اي حد تبعك محتاجها، مش مفيش عندك حد محتاجها طلعيها ارميها. يعني الحاجه اللي مش هتنفع حد يستخدمها ارميها. المهم ما تسيبيش حاجه في المطبخ ملهاش لازمه. البرطمانات بقى، الاكياس، الحاجات اللي بتبقى مركونه كده ملهاش لازمه، العبوات بتاعه الجبن اللي بنشتريها وبنعينها للزمن، البطرمانات بتاعه اي حاجه مربى، اي حاجه، الازايز بتاعه البيبسي، اي حاجه عندك في المطبخ ما بتستعمليهاش وعيناها للزمن يمكن احتاجها، يا ريت تستغني عنها وترميها. هي دي الكراكيب اللي بتكركب المطبخ وبتخلي تنظيفه صعب. كل ما تستغني عن الكراكيب تلاقي الدنيا بتنضف معاكي بسهولة جدا. فأول حاجة وأول خطوة عندنا في التنظيف هنستغنى عن كل الكراكيب اللي في المطبخ. فكل ضلفة هنفتحها ننضفها هنشيل كل الكراكيب والحاجات اللي احنا بنستخدمهاش ونبدأ نخليها رايقة كده عشان يبقى تنظيفها أسهل وكمان تنظيمها أسهل. فالنهارده عملنا درج، بكره هنعمل ضلفه، وهكذا. هنبدا واحده واحده في المطبخ كده، والمطبخ بنبداه من فوق لتحت مش من تحت لفوق. يعني ننضف الاول الضرف اللي فوق وبعدين ننزل على اللي تحت واحده واحده كده. كل يوم حاجه بسيطه كده مش تاخد معاكي وقت ولا مجهود ولا هتاخد معاكي اي ارهاق. هتلاقي اليوم عدى حلو كده ومفيش فيه اي ضغط. اقصد يعني غير لما تزنقي نفسك يوم او اتنين عشان تعملي المطبخ هتلاقي نفسك مرهقة وما انتيش قادرة تقفي، وهتاخدي يومين ثلاثة تعبانة من تنظيفك للمطبخ. فاحنا بنحاول ان احنا ننظف ونعمل التنظيفات الضرورية لرمضان من غير ما نتعب ولا نحس بأي إرهاق. عملنا الضفة، عملنا الدرج، عملنا بقية الظرف واحدة واحدة، ورتبنا كل حاجة ونظمناها. نبدأ بقى نطلع مثلًا من المطبخ. خلّصنا المطبخ كلّه، عملنا كل المطبخ وكل أدراجه وكلّه ما فيش أي حاجة. عملنا مثلًا السيراميك بتاع المطبخ نبدأ برضه من فوق لتحت زي ما إحنا بنقول. نبدأ السيراميك اللي فوق كده نغسله بالراحة كده وبرضه واحدة واحدة. في يوم أجازة، يوم تكوني فاضية فيه تقولي أنا هاعمل السيراميك بتاع المطبخ ده كلّه، تعمليه وتضبّطيه وخلاص المطبخ خلصنا منه. ونطلع بقى على الأوض، أوضة، أوضة كده. كل يوم برضه حاجة، يعني الدولاب مثلًا هنبدأ كل يوم في ضلفة فيه. نستغنى برضه عن الحاجات اللي إحنا مش عايزينها، الحاجات اللي إحنا عايزينها نرتّبها وننظّمها ونفرش ونضبّط كل ضلفة وكل درج. واحدة، واحدة، كل يوم حاجة بسيطة. هتلاقي معاكِ الأوضة برضه التنضيف العميق بتاعها اتعمل، كل الأدراج تتعمل، كل الدواليب تتعمل. وبعدين نطلع من الأوضة دي مثلًا نطلع على الأوضة التانية برضه لو فيه دولاب، فيه أدراج، كل حاجة برضه تترتب بنفس الطريقة. ده اسمه التنضيف العميق، إن إحنا بنعمل الحاجات اللي إحنا ما بنعملهاش كل يوم، ما بنعملهاش كل أسبوع. يعني بندخل للحاجات كده اللي إحنا راكنينها بقى لنا شهور، نبدأ واحدة واحدة ننضفها
ونبدأ واحدة واحدة ننظمها عشان يبقى تنضيفها أسهل بعد كده وترتيبها أسهل عندنا في رمضان، وكمان في أول رمضان كده يبقى البيت بتنفس كده ونضيف وكويس. هنبدأ بقى نطلع من عملنا كل الضُلَف والأدراج والدواليب والحاجات دي كلّها، هنبدأ بقى نطلع من الأوضة بقى، مش من الأوضة، يعني في نفس الأوضة هنعمل تحت السراير. هنشيل برضه في يوم كده يكون يوم أجازة، إحنا لسه قدّامنا أيام كتير، أجازة نُص السَنة موجودة، ممكن في أجازة نُص السَنة ناخد الحاجات التقيلة اللي زي دي، يعني تنضيف السيراميك، تنضيف تحت السراير، الحاجات دي بتاخد وقت شوية، فخلّينا في أجازة نُص السَنة، إنّما الحاجات التانية اللي إحنا مش هتاخد معانا ربع ساعة كل يوم، هنعملها كل يوم حاجة، حاجة كده. هنبدأ بقى نشيل المراتب ونهويها كده، وننضّف تحت السراير ونضبّطها لو إحنا مخزّنين حاجة تحت السراير، ننضّف تحتها ونرُش أي مبيد حشري، ونفرش أي حاجة تحت السرير، ونحط الحاجات اللي إحنا مخزّنينها تاني، ونحط مراتبنا، ويبقى السرير كده بقى فُلّة تحته، والأوضة كلّها بقت زي الفُل، وجاهزة لاستقبال رمضان. بعد كده الأوضة إحنا خلّصناها، هنبدأ برضه في الأوض التانية بنفس الطريقة، هنبدأ واحدة، واحدة. في آخر مرحلة خالص بقى هي الستاير، هننزّل الستاير بقى ونغسلها ونعلّقها، إحنا الستاير سايبينها للآخر عشان البرد، الستاير برضه بتحوش البرد، بتخلّي الجو مش برد أوي، فإحنا بنحاول إن إحنا نسيبها للآخر خالص وتبقى دي آخر مرحلة في التنضيفات كلّها هي ستاير. السجاد بقى إحنا غاسلينه أصلًا قبل الشتا، يعني إحنا عاملين حسابنا قبل ما الشتا يدخل إن إحنا غاسلين السجاد عشان البرد، فمش هينفع دلوقتي إن إحنا نشيل سجاد ونسيب الأرض عريانة ونبرّد نفسنا في غسيل سجاد والحاجات دي كلّها، فإحنا السجاد هيبقى تنضيفه على الناشف، يعني وهو السجاد مفروش كده هنشفطه حلو بالمكنسة، ونبدأ تنضيف على الناشف كده، نجيب خلطة كده معانا، كلوركس ألوان، على مَيّة دافية، على أي مسحوق بنستخدمه يعني، ونبدأ إيه بإسبونشة كده ونحط في المَيّة دي ونبدأ ندعك في السجاد كده ونهويه وبس خلاص، يبقى هو كده نضف وبقى زي الفل. تنضيف السجاد على الناشف في ناس على فكرة ما بيحبوش يغسلوا السجاد خالص، يعني هُم السجاد على طول بيغسلوه بنفس الطريقة دي، ما بيحبوش يحطّوا فيه مَيّة كتير ودعك بقى بالفُرَش والكلام ده، بيقولوا إن السجاد عمره بيقصر، فهُم مُعتمدين على الطرق دي، فلو الطرق ديًّا تنفع معانا في الوقت ده تبقى أحسن حاجة، عشان ما نبلِّش نفسنا ونبرّد الأولاد ونشيل السجاد والأرض تبقى بتطلّع رطوبة وكده، فهي أفضل حل للسجاد هو الغسيل على الناشف. يبقى إحنا كده واحدة، واحدة هننضّف بيتنا وهيبقى جاهز لاستقبال رمضان من غير ما نتعب ولا أي مجهود، وكل سنة وأنتم طيبين.